مرحبا بمشاهدي قناة وللي تيوب على موقع يوتيوب. عاجل: رتل عسكري مغربي كبير وآليات حربية باتجاه الحدود الموريتانية لوقف تصرفات البوليساريو الصبيانية وحماقاتهم الأخيرة. أفادت مصادر متطابقة أن قوات الجيش المغربي نزلت بكل ثقلها يومي الخميس والجمعة الماضيين في منطقة القرقرات الحدودية التي تعيش حالة استنفار حاد بين المغرب والبوليساريو في الآونة الأخيرة، حيث رصد شهود عيان حشودا كبيرة لجنود الجيش المغربي، بالإضافة لعتادهم العسكري وعدد من الآليات الحربية، بعضها مغطى على متن شاحنات عسكرية متجهة لأقصى جنوب المنطقة. وجاء هذا التحرك العسكري وفق صحيفة الصحراء زوم المغربية بعد نشر جبهة البوليساريو مقاتليها بالشريط الحدودي، وكذلك بعد زيارة زعيمهم إبراهيم غالي لذات المنطقة، ما جعل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية يعقد اجتماعا طارئا بمدينة قلميم مطلع الأسبوع، والذي أمر من خلاله بنقل ثكنات عسكرية جديدة وتغيير مواقعها للسيطرة على بعض المناطق التي توصف بالسوداء القريبة من القرقرات قرب الحدود مع موريتانيا. يأتي هذا الرد العسكري بعد النقاش الذي دار بين الزعماء الجبهة الوهمية حول تشييد الجبهة مراكز مراقبة دائمة لها بمنطقة القرقرات الحدودية قرب الحدود مع موريتانيا، واستغلال الصمت الموريتاني في خطوة تروم فرض الأمر الواقع بعد انسحاب القوات المغربية استجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة.